تراث الصوماليين ولباسهم التقليدي يظهر هنا جليا وسط المساحات الخضراء من المناطق الجبلية. رقصات شعبية غنية بهوية المنطقة ولهجتها الخاصة، بزي يستمد بعضا من ثقافة عربية وإفريقية. وهنا في جبال كرامارا القريبة من عاصمة إقليم الصومال جيجيجا يظهر الشبان التناسق في رقص محموم وإرادة لا تعرف الفتور. نرتدي اللباس التقليدي الذي يمثل الهوية الثقافية للصوماليين بألوان يغلب عليها الأبيض، ترافقها مقتنيات تكمل الشكل العام للزي كالرماح، بما يظهر قوة الصوماليين في الحرب والسلم. يظهر جمال اللباس الصومالي في مناسبات مختلفة، وأفضلها مواسم الخريف، حيث تلازم الملابس الرقصات الشعبية التي ورثناها عن أجدادنا، وأصبحت بذلك هويتنا الثقافية. هذه الرقصة يطلق عليها محليا برامبر، وهي للنساء دون غيرهن، يقصدن بها إلهاب حماسة المحاربين، وأحيانا يتم استخدامها في الأعراس وهن يرددن نحن الصوماليون وهذه عاداتنا. هذه الفرقة متخصصة في إبراز التراث الصومالي، خاصة في الأعراس والمناسبات العامة واستقبال الضيوف. الأهازيج المصاحبة للرقص بعضها يخص النساء وأغلبها تكون في الأعراس، كما لدينا رقصات مشتركة ولها مدلولات ترتبط بمواسم الرخاء أو الزواج أو للفروسية أحيانا. أشكال الرقص هنا مصدر فخر واعتزاز بصفتها قاسما مشتركا مع كل الشعوب الصومالية على امتداد مساحتها الجغرافية بشرق إفريقيا. في جبال كرامارا وفي الهواء الطلق يحتفل الصوماليون بقدوم مناسبات مختلفة كأعياد الشعوب والقوميات التي تنتظم البلاد كل عام. رقصات ثقافية موروثة من شبه الجزيرة العربية تتناسب مع حياتهم البدوية وتعكس تراثهم القديم. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، إقليم الصومال.